السلام عليكم أصدقائي المتابعين. اليوم غادي نفسر لكم الأحجار الكريمة المختلفة ونعرفوا فين كيتلقاو كل واحد باش تعرفوا الكنوز الطبيعة اللي هدايانا. بالنسبة للعقيق الكبدي من أشهر الأحجار الكريمة في اليمن والمغرب. كيتلقى في الأودية والصخور الجبلية. وبالنسبة الياقوت، الياقوت الحجر نادر والثمين. في اليمن عندها ياقوت مشهور، كذلك كاين في الهند والميانمار. الياقوت النجمي نفس الياقوت، لكن فيه النجمة الطبيعية موجودة بزاف في اليمن وبعض المناطق الهند. أما المرجان، المرجان كيخرج من قاع البحر، أشهره البحر الأحمر والسواحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة المنطقة تبرقة في تونس موجود بالكثرة ما شاء الله. وبالنسبة للجرانيت، الصورة الثالثة، كيتلقى في الصخور، كنلقاوها سيدي في الصخور الجبلية في اليمن والمغرب وأماكن بركانية في العالم. أما الزمرد، الزمرد نادر والثمين. اليمن فيها بعض المناجم وأشهرها كولومبيا. العقيق الأخضر كيخرج من الأودية والصخور، ممكن تلقاه في الواد في اليمن وفي المغرب، وعندهم العينات جميلة. الجاد أخضر حجر صلب. اليمن عندها نوعية ما شاء الله. وكيتلقى كذلك في الصين، وغادي تلقاها في الصين. الفيروز، الفيروز شائع في اليمن، خصوصا المناطق الصحراوية والجبلية، وكاين في إيران حتى هي. أما بالنسبة للأمازونيت، الأمازونيت كيتلقى في الصخور النارية والمناطق الجبلية، كما اليمن عندها بعض العينات. أما فيما يخص الصورة الزفير، الزفير كيتوجد في اليمن والأماكن البركانية أخرى بحال سريلانكا ومدغشقر. الأزورد أو ما يسمى الأزورد نادر والثمين، قليل بزاف ولكن هو غالي. كاين في اليمن وأفغانستان، خصوصا المناطق الجبلية. أما صورة الجمشيت، نوع من الكوارتز، كيتلقى في الكهوف والصخور البركانية. اليمن عندها عينات قليلة. الحجر القمر يتواجد في اليمن والهند وسريلانكا.